السلام عليكم. آثار غلاف مجلة مغربية سعار السلطات الجزائرية، والتي بادرت إلى الهجوم على المملكة عبر وكالتها الإخبارية الرسمية. مجلة ماروك إبدو كانت قد نشرت خريطة المغرب وجزءا من الصحراء الشرقية المحسوبة حاليا ضمن الأراضي الجزائرية، وضمتها إلى الخريطة الرسمية للمملكة. وقالت المجلة المغربية أن أصل المشكل ليس نزاع الصحراء الغربية، بل مساعي الجزائر للتغطية على الصحراء الشرقية التي سيطالب بها المغرب مستقبلا. وردت الجزائر عبر مقال تنديدي في وكالة الأنباء الجزائرية بعنوان: الويل لمن تمتد يده لذرة تراب مسقية بدماء الشهداء. يقول بأن المخزن المغربي أوعز لبعض وسائل إعلامه المقربة من القصر نشر ملف دعائي يفتقد لأي احترافية إعلامية يعكس الأطماع التوسعية المغربية بضم أجزاء من التراب الوطني للمملكة المغربية. وقبل أيام كشفت مديرة الوثائق الملكية المغربية بهيجة سيمو أن الصحراء الشرقية جنوب غرب الجزائر الحالية أرض مغربية، مشيرة إلى أنها حصلت على وثائق عن الصحراء الغربية والشرقية من دول أوروبية. وقالت إن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية. وعاد النقاش حول مغربية الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962 إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها بهيجة سيمو في كلمتها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق متوفرة ويمكن الاطلاع عليها، ولا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود منذ العصور الماضية وإلى اليوم. وكانت فرنسا قد احتلت منطقة جندوف عام 1934، وفي البداية تم وضع المنطقة تحت إشراف الحماية الفرنسية في المغرب، ثم تحت سلطة الحاكم العام للجزائر. وجاء في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي شارل دي غول عام 1960 إلى السلطان محمد الخامس لإبلاغه بإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء الشرقية، أن العلاقات الودية التي يسعدني الحفاظ عليها مع جلالتك تدفعني لأبلغكم شخصيا بالقرار الذي اتخذته لإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء اعتبارا من 31 مارس. وفي اليوم الموالي للتجربة النووية احتج محمد الخامس على قرار الرئيس الفرنسي. وفي السياق ذاته اعترف نائب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد بن بلة التي شكلتها آنذاك جبهة التحرير الوطني بسيادة المغرب على الصحراء الشرقية. وقال في تصريحات إعلامية: يحتج المغرب رسميا لدى فرنسا بسبب إجراء التجربة النووية على أراضيه، وطلبوا منا المشاركة في احتجاجهم على فرنسا، غير أنه بعد استقلال الجزائر تغير موقف بن بلة الذي تولى رئاسة البلاد ما بين 1963 إلى 1965، وطالب فرنسا بإنهاء التجارب النووية في الجزائر. إلى اللقاء في خبر آخر. لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.